جزء منا. فهذا مهم جدا في إطار الإصلاح للعيش، بما يعني أن ملامح البلدية وكيف يتم تنظيمها حضاريا وواقعيا وعمرانيا، ويتم الوصول إلى الطبيعة التي لدينا. كل هذا يؤثر على في المجالين السابقين، ويؤثر على كرامة المواطنين الذين يشعرون بالانتماء. وحول النقاط التي أريد إدخالها في تنتقل للطرف الثاني أو العملية العكسية. يعني بالشتوية أنا عملت تدفئة، هالتدفئة ما لازم تنتقل للطرف الثاني، والعكس بالصيف أنا عملت تبريد. شلون لازم أنا أحافظ على هاي الطاقة الموجودة الناتجة هي من الطاقة نحن نقول عنها الطاقة المصنعة. فشافوا إنه الخشب هو المادة المثالية بالنسبة لهم، إنه الخشب مادة هي من الطبيعة، المادة هي تصنيعها لا يحتاج إلى هدر، مادة ممكن تنحل أو بالأحرى تنحل مع الطبيعة. فشافوا إنه البناء اللي ممكن أستخدم فيه الخشب هو يعتبر سواء في مجال الصناعة أو الزراعة أو الصحة أو حتى في المجال العمراني. فمن خلال تجميع الخرائط المحملة بالبيانات تتم المراجعة الشاملة لجميع شؤون البيئة وتحسين الاستفادة منها، وحل المشكلات المتعلقة بها من خلال برامجها التي تعتمد على خاصية الوايز أوف وورث التي تبحث عن الأسباب والعلل وإيجاد الحلول، حيث خاصية وايز تبحث عن أسباب كل مشكلة ومعالجة بياناتها وتحليلها. أما خاصية ويل فهي تعتمد على البحث عن الحلول وأخذ أفضل القرارات. ننتقل لتطبيق نظم المعلومات الجغرافية في مجال التخطيط العمراني. تظهر تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في مجال التخطيط العمراني من خلال مساعدتها في تخطيط المشاريع الجديدة المشاريع الجديدة والتوسعية الكبيرة بأقل وقت وجهد اتجاه البناء بالمواد الترابية، بمعنى المواد الأساسية الداخلة في هيكل المباني سواء السكنية أو الخدمية هي من التربة المحلية. والأعمار الطينية هي الأقدم، أي جميع الحضارات القديمة منذ 7,000 سنة وحتى أكثر قد بدأت بحضارات ما قبل الميلاد وحتى في العهد الإسلامي والعهود المتأخرة، إذ لم تدخل المواد الخرسانية بتون المسلح والبنود عمليات البناء في الجزيرة السورية إلا بعد عام 1950 بشكل. نتيجة احتكاكها بالحياة اليومية للشعب طلباته، وتناقش مع بلديات الشعب الحلول المناسبة للخدمات المحلية، وبالتالي تكون بلديات الشعب على احتكاك مباشر مع الشعب، وهنا يتم كسر حاجز الخوف ما بين الشعب والسلطة أو الإدارة، كما أن للمرأة حيزاً في نظام البلديات لشمال وشرق سوريا على مبدأ المساواة مع الرجل، وأنها صاحبة القرار مثله وشريكة به، حيث يتم تخصيص جزء من الموازنة الاستثمارية للمشاريع خاصة بمكاتب المرأة في البلديات، تبرز من خلالها لمستها السحرية والفنية في انتقاء مشاريع ذات طابع أنثوي خاص. البيان الختامي: انعقد المنتدى الهندسي الفني الأول في شمال وشرق سوريا بتاريخ 28/29/2023 في مدينة حسكة تحت شعار قرى ومدن إيكولوجية منظمة عمرانيا برعاية هيئة الإدارات المحلية والبيئة لشمال وشرق سوريا، وبالتعاون مع كل من اتحاد المهندسين في شمال وشرق سوريا، جامعة روج آباد، جامعة الشرق، جامعة كوباني، مركز الفرات للدراسات، ومركز روج آباد للدراسات الاستراتيجية،
واستخدام مواطنين من مناطق أخرى وإسكانهم في أراضي الكرد. كذلك التراكمات والمشاكل الناتجة عن سياسات الدولة السورية السابقة، وتم التطرق إلى الاتفاقات التي حصلت وتحصل بين كل من النظام السوري والتركي والإيراني لترسيخ عملية التغيير الديمغرافي وجعله أمرا واقعا، وضرورة التصدي لهذه المشاريع العنصرية ومناقشة أهمية التراث العمراني للمنطقة والحضارة الطينية وكيفية الحفاظ عليها، وضرورة وضع الشروط الفنية في البلديات لهذا النوع من العمالة. كما تم التأكيد على ضرورة وضع نظام عمراني يلائم فلسفة الأمة الديمقراطية، يواكب التجربة الديمقراطية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. وتخللت المحاضرات مداخلات قام بها أكاديميون وفنيون وخبراء، وقد ركزت معظمها على تحليل مشاكل التخطيط العمراني وعمل البلديات ومناقشتها، وطرحت مقترحات وآراء حول المشاكل الممكنة، وأسهمت في إغناء تلك المحاضرات. بالنسبة للتوصيات: 1. إدانة واستنكار سياسات الدولة التركية ضد السكان المدنيين في شمال وشرق سوريا وعموم الدولة السورية حول تغيير الهندسة السكانية والديمغرافية، ورفع تقرير عام وشامل باسم المنتدى وكافة المشاركين فيه عن كل انتهاكات الدولة التركية للقوانين والمواثيق الناظمة إلى هيئات ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية. دعوة المجتمع الدولي للضغط على الدولة التركية للتراجع عن سياساتها واختراقها لقوانين حقوق الإنسان في المناطق المحتلة. رفع دعوى قضائية ضد تركيا لخرقها للقانون الدولي العام والأعراف الدولية والاتفاقيات وتأثيرها على المجتمعات بما يخص اللاجئين ومخيماتهم، ودعوة الإدارة الذاتية لإعداد ملفات خاصة بالانتهاكات الحاصلة وتوثيقها. استحداث مكاتب التوثيق العقارية والمحاكم العقارية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. تشكيل لجان فنية مختصة لمراجعة المخططات التنظيمية القديمة وتحديثها لتطلب الأمر، مع مراجعة لنظام ضابطة البناء وإمكانية تعديلها ليكون متوافقا مع التغيرات الحاصلة وحسب الواقع والحالة الاجتماعية وفق الرؤية الإيكولوجية والبيئية. أهمية وضع اشتراطات التخطيط العمراني الخاص بكل منطقة. توسيع المخططات التنظيمية للقرى والمدن وتنظيم المناطق العشوائية. وضع خطة للإكساء والتجهيز بخصوص زيادة البناء العشوائي والهيكلي على العظم والمنتشر بشكل واسع في المدن لتصبح صالحة للسكن. تشكيل لجنة فنية مختصة لمراجعة قانون المخالفات رقم 5 وإضافة بعض الحالات التي لم يتضمنها القانون. وضع الشروط الفنية ونظام عمراني للبناء الطيني في بلديات الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا حفاظاً على تراث المنطقة من الاندثار وتوجيه المجتمع نحو البناء الطيني الريفي. فتح قسم الطبوغرافيا في المعاهد الهندسية في جامعات شمال وشرق سوريا. التأكيد على دور الإدارة الذاتية والإعلام في توعية الجماهير حول ظاهرة المخالفات وسلبياته وتأثيراته البيئية والصحية. دعوة الإدارة الذاتية للقيام بالمشاريع السكنية والجمعيات السكنية للمواطنين، وسن القوانين اللازمة لحل مشكلة السكن وارتفاع أسعار الإيجارات والعقارات. تشكيل قسم للمهندسين المقيمين في الغرف الهندسية وفصلها عن قسم الدراسات يكون مهمتهم فقط الإشراف على المشاريع وفق آلية متفق عليها بين هيئة البلديات واتحاد المهندسين لتفعيل دور المهندس في قمع المخالف وتحملها المسؤولية مع البلديات. تفعيل دور الرقابة الشعبية على المخالفات من قبل الكومينات عن طريق التنسيق بين المجالس الشعبية والبلديات، والتأكيد على التنسيق مع هذه المجالس في القضايا ذات الصلة، وعلى دور المجالس والكومينات في دعم أعمال البلديات ونجاحها. أهمية تدريب العاملين في عمل البلديات حسب الاختصاصات. ضرورة العمل على وضع نظام عمراني يلائم فلسفة الأمة الديمقراطية وخلق الأرضية اللازمة لها إدارياً ومؤسساتياً، وفي إطار الحرب الشعبية الثورية وتطوير الحماية من خلال بناء الملاجئ المدنية. زيادة التنسيق بين البلديات والجامعات واتحاد المهندسين والمقاولين في الأقاليم والتشاور في مجمل القضايا المشتركة بينهم، وتشكيل لجان مشتركة بهذا الخصوص. تشكيل لجنة تحقيق دولية مختصة بالتغيير الديمغرافي والهندسة السكانية الحاصلة في سوريا، ومحاسبة المسؤولين وردعهم عن أي اتفاق جديد يتسبب بالمزيد من التهجير والاحتلال، والتأكيد على ضرورة تأمين عودة آمنة وبضمانات دولية
للمهجرين تصل لإنهاء حالة الاحتلال المفروضة، تشكيل لجنة متابعة منبثقة من المنتدى من كافة المؤسسات ذات الصلة، هيئة الإدارات المحلية والبيئة لشمال وشرق سوريا، هيئة الزراعة،